مساء الخير عليكم، تعالوا نعمل مع بعض طبق البونبوني الخطير ده. شايفين الجمال؟ مع شوية مخلل بقى، إنما إيه يجنن. طبق شتوي أصيل. كنتاكي ده ولا مش كنتاكي؟ حاجة كده كريسبي مقرمشة، وطعمها جميلة جدا، خفيفة على القلب، وكلكم هتحبوها. اللي ما كانش بيحبها من النهاردة هيحبها، وولادكم هيدمنوها. جربوها بقى مع صوصات بطريقة مختلفة، هتعجبكم جدا وهترضي كل الأذواق. بجد طعمها جميل جدا واقتصادية، مش مكلفة إطلاقا، وكل مكوناتها صحية جدا. يلا بينا نبدأ ونشوف عملنا الوصفة الجميلة دي والطبق الحلو ده مع بعض ازاي. هنسمي الله وندخل في وصفتنا على طول. كالعادة معايا قرنبيطة جميلة محندقة كده، حجمها متوسط. كل ما جبتوها متوسطة أو صغيرة كل ما كانت أفضل. الحجم الكبير ما تتغروش فيه، لأن القرنبيط بطبعه بيرمي كمية كبيرة. فهي دي كده معقولة جدًا، وكمان ما كمّلتهاش كاملة، يعني أنا عملت نُصّها بالضبط. بابتدي بقى أشيل الشجر صغنّن جدًا، يعني ما تقطّعوش أحجام كبيرة، قطّعوه أحجام صغيّرة قد ما تقدروا، لإن ده زي ما اتفقنا أنا هاعمله لكم crispy ومقرمش وطعمه زي كنتاكي، مش هتحسّوا بطعم القرنبيط خالص للي ما بيحبوش، على الرغم إن طعمه جميل، بس الطريقة دي هتغيّر لكم فكركم عن القرنبيط، ومن النهارده هتحبوه. مَيّة في حلة كبيرة على نار عالية، وأول ما بتغلي بادّيها نُص معلقة من الكمون وابتدي أنزل بالقرنبيط بتاعي. ليه حطينا نُص معلقة من الكمون؟ عشان حاجتين. أول حاجة القرنبيط زيه زي الكرنب بالضبط بيعمل انتفاخات، والكمون بيشيل الانتفاخات دي خالص. دي حاجة. الحاجة التانية بتضيّع ريحة الكرنب أو القرنبيط، يعني تلاحظوا إن إحنا لمّا بنيجي نسلق كرنب برضه بنحط شوية من الكمون عشان الريحة العامة ما تكونش قوية، وفي نفس الوقت يطلع خفيف وما يعملش أي انتفاخات ويمنع خالص الغازات. أول ما بيغلي، أول غلية بالضبط، هابتدي أخرّجه في مَيّة ساقعة بالشكل ده عشان ياخد شُك ويتوقّف عن التسوية. ليه؟ لإن أنتم لو غليتوه أكتر من كده هيطرى معايا، وأنا عايزاه يبقى crispy ومقرمش. تعالوا نعمل الخلطة. شبت على كزبرة وبغسله كويس، وباخد نص من هنا على نص من هنا، وابتدي أقطعه بالشكل ده. وبعد ما بقطعه على طول باخد شوية في طبق وهركنهم على جنب، هقول لكم بعد كده هنعمل فيه ايه. الجزء التاني بفضيه في بولة كبيرة، دي اللي هعمل فيها باقي الخلطة. وبكوباية معيارية أو أي كوباية شاي مثلا، ثبتوا كده اعملوا بها مقدار كوبايتين كبار، وعليهم معلقتين كبار من النشا. تمام، لأن النشا هيدّوكوا الطبقة اللي هي المقرمشة الجميلة اللي أنتم هتشوفوها دلوقتي. ندّي بقى كمون، فلفل أسود، كزبرة، شوية من الملح مش كتير لإن القرنبيط ما بيحبش يتملّح أوي، شوية كمان من البابريكا، وكوباية كبيرة من المَيّة، وباقلّب كل الكلام ده مع بعض كويس جدًا بالشكل ده. وبعد ما قلّبتها كويس جدًا هتحسّوا كده إن القوام شوية تقيل. بعد كده هانزل ببيضة، دي اختياري، ممكن ما تنزلوش بيها وهتطلّع لكم برضه نتيجة مرضية جدًا. شوية من الفلفل الأسود عليها عشان تمنع الزفارة بتاعة البيض، وباقلّب كويس جدًا كل المكونات مع بعض زي ما أنتم شايفين. خلاص الخلطة جهزت معايا، هابتدي أنزل بالقرنبيط بتاعي، وزي ما اتفقنا القرنبيط ما بيحبش ملح كتير، يعني هو أصلًا بتحسوه كده زي المأكولات البحرية، يعني كل ما قللتوا الملح كل ما كان أطعم ومسكّر كده أكتر. هانزل طبعًا بالكمية بتاعتي بعد ما اتصفِّت تمامًا، وهابتدي بقى أقلِّب الخليط كلّه مع بعض بالشكل ده كده. المهم يعني كل الخلطة توصل لكمية القرنبيط كاملة، تتشبع كده بالتتبيلة كويس، لحد ما تحسوها اتغلفت كويس جدًا من كل الاتجاهات بالتتبيلة بتاعتي. هنا بقى هاسيبها ترتاح وابتدي أحضّر الcover الخارجي. كوبايتين كبار من الدقيق، وبعد كده هانزل عليهم برضه بمعلقتين كبار من النشا، ومش هاضيف أي بهارات ولا توابل تاني. خلاص هي كده إحنا اكتفينا، الكمية اللي إحنا ضفناها على القرنبيط كفاية. صينية أو طاسة على نار عالية باضيف لها كمية من الزيت، بس تبقى شوية الزيت غزير زي كنتاكي كده بالضبط، عشان تطلع معايا نفس الشكل ونفس الطعم ونفس القرمشة. هانزل بواحدة واحدة كده في الدقيق، وبابتدي أغلفها من كل الجهات كويس جدًا. الطريقة سهلة وبسيطة زي ما أنتم شايفين، أهم حاجة تمشوا على الخطوات بالمضبوط. يعني التتبيلة لازم تكون قوامها تقيل عشان تسهّل إن الطبقة الخارجية أو الcover الخارجي يمتصّها كويس جدًا، وتطلع معانا في الآخر كريسبي كده ولونها دهبي وجميل. وباكمّل بنفس الطريقة، أهم حاجة التغليف يبقى مضبوط، وبعد كده ممكن أعمل الكمية اللي أنا عايزاها بقى، يعني ممكن أعمل كمية أكبر من دي أو ضعف الكمية، مش لازم على قد العدد بالضبط. وبعد كده أحطها في صينية واسعة، وباعمل طبقات عازلة من البلاستيك أو النايلون عشان هارفعها في الفريزر، وممكن أطلّعها بعد كده على قد التحمير، آخد العدد اللي أنا عايزاه والباقي أرجّعه تاني واحتفظ بيه زي الفل.
زيها زي ما بتعملي ستريبس، زي ما بتعملي كنتاكي بالضبط، ما فيش أي اختلاف، نفس الطريقة هتسهِّل عليكِ حاجات كتير جدًا، ولا تعقيدات ولا حُطّي توابل تانية ولا حاجة، هتطلع معاكِ طعمها أحلى بكتير، كل ما قلّلنا الملح أو عملناه بالمضبوط، كل ما كان الأكل مدّي كده طعم مسكّر في منتهى الجمال، هتخلّي ولادِك يحبوه جدًا. طبعًا إحنا بنقلِّب باستمرار أول ما اللون يبتدي بس يصفر، وابتدي أودّيها رايح جاي كده عشان أضمن إن هي خدت لون من كل الجهات، طبعًا اللون ده حلو بس أنا مش هاكتفي بيه، هابتدي إن أنا أقلّبها رايح جاي أكتر، وطبعًا في الوقت ده أنا بابقى النار متوسطة، يعني باهدّي عليها شوية عشان تدّي القرمشة اللي إحنا عايزينها واللون اللي أنتم شايفينه ده، شايفين لونها جميل قد إيه؟ في منتهى الجمال ما فيش أجمل من كده. أنا عايزة أقول لكم لو أنا فاتحة الصوت كنتم هتسمعوا قد إيه وأنا باقلّبها إن هي بتقرمش وصوتها عالي جدًا، ما شاء الله بجد طريقة في منتهى الجمال، واعتمدوا الطريقة دي مع الستريبس، مع الكنتاكي، مع كل الحاجات اللي هي فيها تجهيزات مسبقة، وإنكم ممكن تطلعوها في أي وقت تحمّروها، وعرفنا طريقة الحفظ إزاي، وإزاي تطلع معاكم طعمها حلو، ما لهاش الريحة الجازعة اللي إحنا بنقول عليها أو بنشوفها في العادي، كل ما كانت طالعة معاكِ الcover بتاعها متماسك، طالعة مقرمشة، طالعة معاكِ في منتهى الجمال. الصوت أنا هافتحه لكم ولازم تسمعوه حلو ومقرمش قد إيه، ما فيش أجمل من كده، يعني حاجة كده روعة، اللون، الطعم، الشكل، الريحة، التقطيعة نفسها، الحجم الصغير ده، يعني ما شاء الله زي ما أنتم شايفين كده بونبوني، كنتاكي، يعني أي حاجة فيها دلع كده. طبعًا طريقة التقديم يعني لها عامل كبير، الولاد بيحبوا الاختلاف، حاولوا تقدموه مع صوصات يعني يفتح نفسهم أكتر، ما شاء الله طعمه كان في منتهى الجمال، تقدّم مع طبق المخلل الجميل ده أنا عاملاه بيتي، بس للأسف ما صورتوش، بس تتعوّض إن شاء الله. الطبق جميل جدًا، يفتح النِفس، أنتِ مقدّمة لهم حاجة كده كإنِّك قاعدة في مطعم بالضبط. إن شاء الله الفيديو بتاع النهارده يكون عجبكم، كانت معاكم صبا العراشي، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله.